من قلب مدينة تونس نجيوكم اليوم وسط مئات الكتب والإصدارات في بلاصة شاهد على تاريخ البلاد من عشرات السنين. في المكتبة الخلدونية نتقابلوا مع الباحث والمهندس والمؤرخ عدنان غالي باش نحكيو معاه على les ateliers de la ville rêvée في دريم سيتي 2023. Parfait. Action! عدنان، نحن موجودين في بلاصة فيها الاركيتكتور نتاع المدينة، فيها الكتب، فيها التاريخ. هل لي زيليمون هذم الكل كي يتلموا بالنسبة لك انت شنو ينجموا يمثلوا لك؟ مثلوا الجمعية الخلدونية اللي هي تاريخها مهم برشا في تونس. هي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر، واللي المؤسسين نتاعها حبوا يربطوها بجامعة زيتونة. معناتها هي ما تبناتش مجانبة للتقاليد في تونس، بل كملت كما نقول المسير الثقافي المسير العلمي نتاع مدينة تونس. وحاجة أخرى تبنات على الفكرة نتاع التطوع، يعني الأرض تعطات من العائلة التونسية مهمة. عبد الجليل زاوج كان راجل كبير في تونس وفي تاريخ تونس، أعطاه الأرض والناس كل شاركت بالكتب نتاعها. في المكان هذا اللي تشوفوا أنت خلاف اللي الهندسه نتاعو هي مزج بين الهندسه التقليديه نتاع تونس في العهد العثماني وما بين زاد تلاحظ فيها برشا تاثير اوروبي خاصه ايطالي في الهندسه، وهي تمثل نوعا ما تونس اللي ورثناها اليوم وحياتنا الثقافيه اليوم، اللي احنا ما بين عالم وتراث عربي واسلامي ومنفتحين على العالم الكل، على اوروبا، على افريقيا، على اسيا، على امريكا. وهذه الحاجه اللي تعجبني في تونس، واللي في الاماكن كما هذوما نحس بها، اللي المكان هو اصلي وتحسه متعلق بهويتنا وبثقافتنا وبتراثنا، وفي نفس الوقت هو تسافر، تدخل في المكان هذا تسافر بالكتب، تسافر بالهندسه، وتسافر بالناس اللي باش تقابلهم في المكان هذا اللي يجوا من العالم الكل. parmi les activités اللي قارين ومهمين في دريم سيتي عدنان هما les ateliers de la ville rêvée. السنة شنو التيماتيك اللي اخترتوها وعلى شنو بالضبط باش تخدموا؟ السنة قررنا باش ناخذ، هو قرار جماعي بالطبيعة، على المسألة البيئية في تونس اللي هي مسألة تخصنا الكل، هي من أول الدنيا تخصنا الكل، ولكن يمكن بدينا نفيقوا بها السنة بالمشاكل اللي صارت خاصة في الماء، بالحالة نتاع الشواطئ نتاعنا اللي خلت الناس تفيق اللي الطريق اللي ماشيين فيه غلط. وقلنا كيفاش نجموا نتعلموا وقت نلموا بعضنا باش نحكيوا على المشاكل هذوما. يعني ماناش باش نجيبوا ناس تتكلم برك وهي من وجهة نظر فقط، ولكن باش نجمعوا الناس الكل. مقارنة باش نجيبوا خبراء يعني تقنيين عندهم علم دقيق في مجال من المجالات، وباش نجيبوا زاده يعني اساتذه جامعيين خاطر عندهم رؤيه اخرى تكون اوسع نطاق، وكذلك بالطبيعه نجيبوا فنانين خاطر شارع فن هو قبل كل شيء الفن. علاش؟ انا بكري قلت لك نسالوا لك السؤال هذا وهاك انت جيتني اللي هو فكره اني في ان بانيل ولا ان اتولي باش نحكيو على ان سوجي خلينا نقول هو ساينتيفيك، انه نجيب الاكسبير ونجيب الارتيست، شنو يمكن الاضافه اللي تنجم تخلقها الميلانج هذا؟ والله هو سؤال هي علاش، خاطر الناس كل تتسائل تقول علاش الفنانين واش مدخل البيئه بالفنانين، معناتها شنو نجموا يجيبوا الفنانين؟ عندهم حاجه باش يجيبوها كبيره برشا، اللي وقت يتناولوا مساله معينه باش يتعاملوا معها بالفن نتاعهم. يعني انت تفهم المشكله او تفهم معناتها المجال المعين شنو تطرح في المجال هذا من اشكاليات عبر العمل الفني. حتى نختم معك عدنان غالي، لي زاتولي وين باش يكونوا واللي رونكونتر وين باش يكونوا في دريم سيتي؟ اخترنا دار حلوه برشا، هي من اواخر القرن 17، هي دار بيرم التركي، دونك نهج سيدي المرجاني، بعد القشره نتاع سيدي المرجاني، ومن بعد الورشات باش نخدموهم في مجموعات صغار في المكان هذا نظرا للعلاقه اللي عندنا به. سوبر، ميرسي عدنان. ربي يفضلك يا سيدي، يعيشك، ميرسي بكو، يا بيانتو، مانا في دريم سيتي نتقابلوا.